حكيمي كشف حقد العديد من العرب. العديد من الانتقادات البارحة لحكيمي بعد أن صرح وقال: أنا أستحق البالون دور. حكيمي في تصريحاته لقناة الفرنسية قال بأنه لا يوجد الكثيرون من سجلوا في ربعي ونصفي ونهائي دوري أبطال أوروبا غيري، وأن مهمتي في التسجيل والمساهمة أصعب بكثير من أي مركز آخر. حكيمي لديه 27 مساهمة هذا الموسم كظهير أيمن، وهو أعلى موسم في التاريخ من ناحية المساهمات لظهير في كرة القدم. وبدأت الانتقادات تنهار على حكيمي خصوصا من الكثير من العرب من يرون بأن تصريح حكيمي مبالغ فيه، لأن حكيمي قال بأنني أعرف بأن المهمة صعبة ولكن أنا أؤمن بقدراتي وأؤمن بأنني أستحق البالون دور، وهذا شيء عادي بأن يثق بنفسه وأن يصرح بهذا التصريح. بينما العديد رأى غرور. لا أعلم هل الثقة بالنفس وثقة بإمكانيات واحد من أفضل 5 لاعبين حاليا في العالم هل هذا غرور؟ هجوم عربي غير مبرر. أرى بأن دعم حكيمي ومحمد صلاح لهذه الجائزة وفوز أي أحد منهما هو انتصار لنا كعرب، وبأن الأولوية يجب من وجهة نظرنا ومن إعلامنا أن تكون لهؤلاء الاثنين. لماذا الإعلام الإسباني يدعم لامين يامال رغم أنني والكثيرون لا نرى بأنه من أول 5 حتى؟ المهم اكتبوا لي في التعليق ما رأيكم في تصريحات حكيمي وتصرفات البعض، اكتبوا لي في التعليق ولا تنسوا متابعة صحفيكم زياد بن يوسف.